طب لحظه لعب الكوره الايد كانت فين؟ ولما وصلت الكوره للعيب اللي جت في ايده راحت فين؟ كانت فين؟ ده معيار لازم تاخده في اعتباراتك في اول حاجه. لو الايد اختلفت من وضعها في لحظه اللمس بالذات، لما حتى مش مسافه بعيده قوي، حتى مسافه قريبه، ما انا ممكن ايديا تبقى كده ومره واحده اعمل كده، أيوة. وانت في وشي، وانت بتلعب ايدي كانت كده، لما وصلت الكوره بقت كده. طب هي لو كانت كده وفضلت كده مش حاسبك، صحيح، مش عاجبك. انما طالما غيرت بارادتك ان انت كان اتجاهك كده ومره واحده بقى اتجاهك كده ناحيه الشمال ناحيه الكوره وايدك كده، طب انت لو عايز تلم ايدك اصلا، عايز تتفادى، هتفضل كده وتلمها كده ولا تعملها كده؟ هتوديها اتجاه الكوره؟ مش هتوديها اتجاه الكوره. يعني انت عايز تقول في لعبه الاهلي وسيراميكا بالمعيار اللي هو القانوني ده، وقت ما كان اعتقد كان ياسين مرعي اللي بيلعب العرضيه، اعتقد وضع الايد وضع بتاع ايد العيب احمد هاني كان جنبه. اول لما الكره ده كان وضع ايده واتجاهه ناحيه خط مرمى. كان ما انا بقول لك انا عايز اقول لك، انا لما شفت اللقطه فكرت حسين السيد، قلت انا لسه مش هنخلص، ده حسين السيد لسه نازل، فاقول لك اهلاوي نازل يخلص الماتش. لا هي الفكره يعني بغض النظر عن هي للاهلي لسيراميكا لاي فرقه، اي فرقه في الدوري. شفتها ركله جزاء، انت معيارك اللي انت طبقته اللي انا عملته ده هو ده اللي انا عملته جوه غرفه الفار. محمود وفا عمل ايه بقى لما انت استدعيته؟ انا وريته كل الزوايا اللي موجوده. انت اللي وريته ولا هو اللي طلب؟ لا انا قلت له انا عندي زاويه اللي تبين ان الايد اتحرك بره الجسم في مسافه خلاص. ففي فاكت عندك. احنا ده اللي بقوله لك. المشكله دايما خد الدنيا سهله، خد الامور ببساطه. كل ما هتصعب على نفسك وتحط في دماغك معايير واعتبارات وتتعمق قوي يا عمي الدنيا يعني. هو كان وجهة نظره في اللعبة انها مش ركله جزاء ليه؟ هو قال لك لا، هو بيتفادى، يعني بيحاول يتفادى الكوره.